الخلافة اللي استمرت لمدة 90 سنة. وفي الحقيقة لو جينا بصينا لحجم المملكة الإسلامية في الأربع خلافات هنلاقي إن الدولة الأموية رغم إنها مش أطول مدة لكن هي أكبر مساحة أو أكبر فتوحات تمت، وصلت لأكبر اتساع ليها من حدود الصين في الشرق لحد جنوب فرنسا، وترتيبها بالنسبة لأكبر الإمبراطوريات على مدار التاريخ الإنساني كله كان رقم 5. طبعا اللي أسسها كبير بني أمية معاوية ابن أبي سفيان بعد الفتنة في عهد الإمام علي وتقسيم الأراضي الإسلامية، وفور مقتل الإمام أعلن قيام أول مملكة يورث فيها الحكم في التاريخ الإسلامي. طبعا قبل كده كان الحكم بنظام الشورى. طبعا الفتوحات كانت ماشية كويس جدا في عهد الفاروق عمر، وبعد موته الخلافة راحت لسيدنا عثمان وبعد كده سيدنا علي. وفي الفترة ديت بسبب الفتن والخلافات ما بين المسلمين الفتوحات وقفت بشكل فعلي. ولكن بعد سيطرة معاوية على الحكم وقيام الخلافة الأموية ابتدى الزحف بالفتح وتوسيع المملكة شرقا وغربا. بالنسبة لأفريقيا طبعا هي كانت واقفة لحد حدود ليبيا كده تقريبا. لو تفتكروا في حالة عمرو بن العاص ان كان بأمر منه لعقبة بن نافع ان فتح طرابلس وبرقة، ومن بعد عقبة بن نافع وفتحه للمنطقة ديت وقفت الفتوحات تقريبا 13 سنة. وزي ما بنقول بعد ما سيطر معاوية على الحكم ابتدى الزحف نحو شمال أفريقيا كلها، وحصل توسع كبير ووصل للقيروان ومنها للمغرب. أما في الشرق الفتوحات كملت في غرب آسيا ووسط آسيا وبلاد ما وراء النهرين. وبعد